النهارده هنعمل مع بعض الفتة المصرية على أصولها بكل التفاصيل والأسرار والتريكات اللي هتطلعها معاك مميزة وناجحة جدا من أول مرة. عايزاكم بس كده تتحمسوا معايا وتحطوا لايك للفيديو وكملوا معايا الفيديو للآخر، لأن هقول لكم على شوية تريكات وأسرار خطيرة جدا. ده غير إن طريقتنا النهارده مميزة ومختلفة تماما عن كل الطرق اللي جربتوها. صلوا على النبي في الكومنتات ويلا بينا على طول نبتدي ونشوف المقادير وطريقة التحضير. وأول نصيحة معانا، يفضل اللحمة اللي هتستخدميها في عمل الفتة تكون قطعة ملبسة. معايا هنا زي ما انتم شايفين حوالي كيلو الا ربع من اللحمه الملبسه. معايا كمان بهارات نص معلقه ملح وربع معلقه سكر. هحتاج كمان لورق لوري وحبهان وحوالي نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. كمان معايا طماطميتين متقطعين 4/4 بالشكل اللي شايفينه ده، واحتاج لحوالي بصلتين متقطعين 4/4، لكن انا بحب ازود بصل في الشوربه زي ما انتم عارفين. حطيت حله فيها ميه على النار، اول ما تغلي بالشكل اللي شايفينه ده نبتدي نسقط اللحمه بتاعتنا. طبعا انتوا عارفين ان اللحمه ما بتغسلش كتير، يا دوب شطفه كده بسيطه وخلاص. هضيف ليها بقى الطماطم والبصل والبهارات اللي هي كانت ورق لوري وحبهان وفلفل اسود. الملح مش بينضاف دلوقتي، بينضاف وهي خلاص مقربه تتشال من على النار او بعد نص ساعه من التسويه. بعد ما ضفتهم هغطي عليها بقى واسيبها حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع. اول ما خلاص الاقيها قربت تستوي ابتدي اضيف الملح. فانا هضيف نص معلقه كبيره من الملح وربع معلقه صغيره من السكر. هغطي عليها بقى واسيبها تكمل تسويه، وتعالوا بينا نشوف هنكمل بقيه الفته ازاي. معايا هنا كيس من الصلصه او ممكن كوبايتين كده من عصير الطماطم الفريش المتوفر فيهم عندك. هحتاج كمان لمعلقتين كبار من السمنه البلدي متسيحين كده في بوله زي ما انت شايفه، او ممكن تجيبي نص كوبايه زيت. معايا كمان عيش بلدي مقطعاه بالمقص كده تقطيع عشوائي بس حجمه صغير شويه زي ما انتم شايفين. هحتاج لنص مج كده من الخل ونص راس توم. هجيب الصينيه بتاعتي ابتدي انزل فيها بالعيش اللي انا قطعته بالشكل اللي شايفينه ده، وهنزل عليه بحوالي معلقتين كبار من السمنه البلدي او رشه زيت المتوفر فيهم عندك، ودخليهم تحت الشوايه وكل شويه تشد الصينيه وتقلبي فيه كده لحد لما يتحمص معاك وياخد اللون الخطير. ولو ما عندكيش شوايه تقدري تعملي الخطوه دي على البوتاجاز من فوق. في كسرولة عندي على نار متوسطه هبتدي انزل بحوالي معلقتين كده من الزيت او معلقتين من السمنه البلدي المتوفر فيهم عندك. بعد كده هنكون فرمنا الثوم بتاعنا حوالي معلقه كده من الثوم المهروس، وهبتدي احمره بالشكل اللي شايفينه ده، ما نغمقش عن كده، كده مظبوطه جدا. بعد كده هطفيهم بنص مج من الخل، وبعدين هضيف اسيبهم بس يغلوا كده لمده دقيقه كده ولا دقيقتين، واضيف بعد كده الصلصه بتاعتي او عصير الطماطم الفريش متوفر فيهم عندي، وهبهر بيه ملح وفلفل اسود وربع معلقه صغيره من السكر. هسيب الصلصه دي تتسبك، وتعالوا بينا نعمل شويه رز رزاز كده لزوم الفته. هجيب حله هنزل فيها بحوالي معلقتين من السمنه البلدي او شويه زيت متوفر فيهم عندك، وغسلي كوبايتين كده من الرز صفيهم كويس، وبعدين هننزل بيهم على الزيت نديهم تشويحه مع معلقه ملح ونقلب علشان الخطوه دي هتخلي الرز بتاعك مفلفل جدا. بعد كده هنزود نص مج او نص بوله كده من الشوربه، وهكمل بقيه المقدار ميه عادي. هقلب الرز بالشكل اللي شايفينه ده وهغطي عليه. اول ما يبتدي يتشرب اهدي عليه النار خالص واسيبه يكمل تسويه مع التقليب المستمر كل شويه طبعا علشان يطلع معاكي مفلفل كده وجميل. رجعت للصلصه لقيتها خلاص قربت تستوي واتسبكت شويه. هضيف ليها ربع كوبايه من الشوربه اللي انا جهزتها. والرز بتاعنا كمان كان استوى وبقى مفلفل كده وشكله جميل وريحته كمان مميزه جدا، والعيش بتاعنا برضو اتحمص ومقرمش كده وخطير. اللحمه كمان كانت استوت. تعالوا بينا نحمرها. فعندي في طاسه هنزل فيها بمعلقتين سمنه او زيت المتوفر فيهم عندك، وحمري اللحمه بقى بالدرجه اللي انت حباها، ولو ما بتحبوش تحمروها خالص مفيش مشكله. انا حمرت شويه وسبت شويه من غير تحمير، يعني حسب بقى ذوقنا وحسب ما بنحب. هنا طبعا انا كنت بصور وفاكره ان الكاميرا شغاله، لكن للاسف كانت واقفه. بس اللي انا عملته جبت البايركس او الصينيه اللي هقدم فيها وحطيت طبقه العيش تحت، وبعدين سقيتها كده بكبشتين من الشوربه، وحطيت الرز، وبعد كده هبتدي ارش عليها الصلصه زي ما انتم شايفين. الطريقه سهله وبسيطه جدا جدا، ما فيهاش ما فاتكمش حاجات كتير قوي يعني. بعد كده هبتدي انزل بالصلصه زي ما قلت لكم، وبعدين هضيف اللحمه على الوش وطبقين الشوربه كده جنبها، وكلوا احلى فته في الدنيا. خطيره جدا، طعمها مميز، طريقتها سهله وبسيطه، يعني عملناها على اصولها بكل الاسرار بتاعتها. يا رب تعجبكم، جربوها بالطريقه دي هتكون مميزه معاكم جدا جدا باذن الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم فحطوا له لايكات كتير علشان يترفع، ويا ريت الناس اللي بتشوفني لاول مره تنزل حالا تشرفني بالاشتراك في القناه. هتلاقوا كلمه اشتراك مكتوبه باللون الاحمر تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل علشان تقدروا تشوفوا كل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. شيروا الفيديو لو حابين، ولو في اي سؤال اكتبوه في الكومنتات وان شاء الله ارد عليكم، وباذن الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.